هل يجوز أن يقف المشيعون بعد الانتهاء من الدفن ويدعون دعاء جماعيا للميت ويتقدم بالدعاء أحدهم وهم يؤمنون على ذلك، أم أن كل واحد يسأل للميت التثبيت وحده سرا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أنه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستغفر كل إنسان له ويسأل الله التثبيت له، كل إنسان على حدة، لا يجتمع الجميع على دعاء واحد، لأن ذلك من البدع، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرشد إلى ذلك ولم يفعله بنفسه، بل كان يقف ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، ولم يكن يدعو وهم يؤمنون، ولا أرشد إلى هذا. ثم إنه لا يحتاج إلى طول البقاء عند القبر، يستغفر له 3 ويسأل الله له التثبيت 3 ثم ينصرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا 3 فيقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، وينصرف، ولا حاجة إلى طول القيام. وعلى هذا فنقول: إذا اجتمعوا وصاروا يدعون بدعاء واحد أو يدعو بهم واحد ويؤمنون فإن ذلك من البدع. ومن رآه من طلبة العلم فليبين للناس أن هذا ليس من السنة. نعم. بارك الله فيك.